بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي. زي ما الزملاء طلبوا على الجروب، النهارده هنتكلم إن شاء الله عن الهايبوتنشن. كلام عن الهايبوتنشن النهارده في الحقيقة بيتكلم على جزء حالات العيادة وبعض الحالات الطارئة البسيطة، ما بتكلمش عن حالات الشوك بصفة عامة. بالنسبة للهايبوتنشن إن إحنا عندنا السيستوليك يكون أقل من 90، أو الدايستوليك أقل من 60. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما عندناش مريض ضغط اسمه مريض ضغط واطي، احنا عندنا مريض ضغط عرفا كده يعني ضغطه عالي. تمام كده. فبالتالي مريض الضغط هو مريض الضغط العالي بالنسبه لي، ولكن هايبوتنشن مفيش ديزيز اسمه هايبوتنشن. عندنا في مرض اسمه هايبرتنشن، لكن هايبوتنشن طول ما انا عندي الضغط منخفض ومفيش اعراض والدنيا زي الفل، فانا بتجاهل القياسات. كتير جدا من الفيميلز قياساتهم الطبيعي بتاعهم مثلا 90 55 او 85 على 60. طب ايه الاخبار؟ لا الدنيا تمام، صداع من حين لاخر، خلاص هيلث اديوكيشن زي ما هنشوف وخلاص. فدي نقطة برضو مهمة. طيب بالنسبة للسيناريو الشائع اللي احنا بنتكلم عنه بنشوفه يوميا، اللي بيجي لك فيميل عادة بيكون 18 20 حاجة و20 سنة، عندها شوية دوخة، عندها شوية هيدك، عندها ممكن حالات ممكن بوزيشنال هايبوتنشن لما تبقى نايمة وتقوم تدوخ شوية، لما تبقى ساجدة وتيجي تقوم بتدوخ شوية. تمام، دي الحالة الشائعة. طيب بالنسبة لحالات الهايبوتنشن، أول حاجة لازم أسأل عنها الهيستوري، البيشنت دوت أخبار التغذية إيه. رقم اتنين، السوائل اللي بيشربها في اليوم قد إيه، محتاجين على الأقل لتر ونص لترين يوميا، وخصوصا في الحر في فترة الصيف. رقم تلاتة، إيه طبيعة الشغل، حد واقف طول اليوم في بالعشرة والاتناشر ساعة، بعض العمال مثلا. التغذية أخبارها إيه، الأنيميا أخبارها إيه، الغدة أخبارها إيه. باخد هيستوري سريع وأشوفها طبعا بريجننت ولا لأ. انا ليه بتكلم بصيغه الفيميلز؟ ان هو الصراحه معظم الحالات اللي بنشوفها بتكون حالات فيميلز. طيب يا دكتور والله انا عندي دوخه، عندي صداع، خد هيلث اديوكيشن، شربنا قد ايه النهارده، كلنا قد ايه النهارده، عندنا اي كرونيك ديزيز، بناخد اي ادويه ولا لا؟ طيب تعالى بقى نتكلم عن الانفستيجيشن. الانفستيجيشن اللي هطلبها ايه؟ اول حاجه استبعد انيميا، بنطلب سي بي سي. تمام. رقم اتنين، سواء الهايبو او الهايبر ثايروديز ممكن يعمل لك لخبطه في الضغط، ارتفاع وانخفاض، اعمل لي تي اس اتش لو الموضوع كرونيك. حد لسه جاي من الكلام ده بقاله يوم ولا يومين والطبيعي ما عندوش اي هيستوري لاي حاجه، مش روتين ان بطلب تي اس اتش، بس بقولك لو الموضوع كرونيك ومزعج عند المريض. تمام. طيب هل مصاحبه اي بالبيتيشن، تاكيكارديا، اي مشاكل كاردياك، حالات سينكوب متكرره او حتى بري سينكوب، تحس ان هي زي ستاره سودا قدام عينيها كده وهيغمى عليها بس بتلحق نفسها وبيفوقوها بسرعه؟ لا اعمل لي اي سي جي ونشوف الاخبار ايه، في اي مشاكل كاردياك ولا لا. في بعض الحالات الغير مستجيبه ولو خصوصا معاها اي اعراض كاردياك والاي سي جي مش باين في حاجه، ساعات بنطلب ايكو او بنحولها، بس مش ده الروتين، مش الحاله بتتحول روتين. طيب فده بالنسبه للهيستوري، ده بالنسبه للانفستيجيشن اللي احنا بنطلبها. بالنسبه للتريتمنت، معظم الحالات بيبقى الانفستيجيشن بتاعتها معظمهم بيبقى عندها مثلا انيميا مايلد تو مودريت، طبعا بنعالجها، ولكن الانيميا عشان يبتدي نشوف تحسن بيبقى من 3 ل 6 شهور. ونقطه تانية في الانيميا، ان احنا عندنا الارقام اللي هي بالنسبه للفيميلز النورمال عندي مثلا لحد 12، اسمعوا التسجيل بتاع الانيميا اللي هو جزئين، فالافريج بتاعنا لحد 12 مثلا، ف 11 و11 ونص مش هي الاعراض السيفير. غالبا اعراض الانيميا القويه بتظهر عند اقل من 9 او 9 ونص، عشان برضو نبقى عارفين مش كل حاجه نقول انيميا انيميا يعني. طيب بالنسبه للميديكيشنز او التريتمنت، اول حاجه قبل ما اتكلم عن الميديكيشن هتكلم عن هيلث اديوكيشن. من فضلك لازم المريض يشرب لتر ونص لترين ميه في اليوم. رقم اتنين، التغذية الكويسة. بتلاقي طالبة جامعة أو طالبة أو موظف أو موظفة خرج في الشمس، وقوف لفترات طويلة، مجهود لفترات طويلة، تعرض للشمس فترات طويلة، والله ما بيفطرش أو ما بيفطرش وبعد كده يغمى عليها أو يغمى عليها لا حضرتك من فضلك هيلثي اديوكيشن. والفطار مش شرط كمية، حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو زبادي سندوتش جبنة أي حاجة. النقطة التانية، المية الكتير في الحر. النقطة التالتة، حاجة حادقة خفيفة في الفطار وفي العشاء، الا ما يكن ما يمنع يعني، بس معظم الناس في اليونج ايج ده ما عندهمش ان شاء الله ما يمنع، لان الحاجات الحادقه بترفع الضغط شويه. الحاجات اللي فيها كافيين زي الشاي والقهوه والنسكافيه والحاجات دي، احنا مش ضدها على فكره، الناس اللي بتحذر تحذير مطلق من الشاي والقهوه، بالعكس الحاجات دي ليها، خصوصا الكافيين ليه بعض الفوائد. فاحنا بنتكلم ان القهوه والنسكافيه مش بكثره يعني، كوبايه كوبايتين في اليوم بالنسبه للحاله دي بترفع الضغط شويه. فده بالنسبه للهيلث اديوكيشن، عدم الوقوف لفترات طويله. تمام. طيب تعالى بقى في الميديكيشنز. انا عندي ادويه كتير الصراحه متنوعه لعلاج الضغط الواطي،
اشهرها الكورازور او الافورتيل، اسماء تجاريه مختلفه. الحاجات دي مناسبه عشان اكون امين معاكم، مش موجوده قوي في الجايد لاينز وفي المراجع، لان الهايبوتنشن مظلوم قوي في موضوع المراجع. الهايبرتنشن هو واخد الايه، الحظ الاوفر يعني. الهايبوتنشن لو استخدمت كورازور او افورتيل بستخدم الجرعه المعتاده 15 ل 20 نقطه على نص كوبايه ميه 3 مرات يوميا. في منه دروبس وفي منه التابلت. عاده بيكون الدروبس امتصاصه اسرع شويه. طب يا دكتور والله ما فيش تحسن كافي، بنضيف معاه ميدودرين تابلت من قرص لقرصين، ولو الحاله جامده الصراحه بندي قرصين على طول 3 مرات يوميا مع الافورتيل. والله يا دكتور كل الكلام اللي حضرتك ذكرته ده استخدمناه ومفيش التحسن الكافي، والبيشنت مع الوقت كمان بيكون عنده بوزيشنال هايبوتنشن متكرر، وبيقدم معاه لحاله بري سينكوب، او احيانا بيخش في سينكوب بيفقد الوعي بالفعل، او بيبقى بري سينكوب ان هو خلاص هيغمى عليه او يغمى عليها. تمام، وخد الادويه، خد النقط وخد الميدودرين، مفيش نتيجه. تعالى الاكسفورد بيقول لك حاجه البوزيشنال هايبوتنشن موجوده اسمها فلودرو كورتيلون. فلودرو كورتيلون ده اسمه التجاري، ركز معايا عشان دي اهم حته في فويس. استونين اتش، وفي منه الكورتيلون. الجرعة المعتادة بتاعته أول أسبوع قرصين بعد الفطار وقرص بعد الغداء لمدة أسبوع. بفهم المريض لو ما شربتش لتر ونص لترين مية في اليوم وحاجة حادقة، جبنة قديمة، مخلل، أي حاجة في الفطار وفي العشاء، العلاج مش هيكون فعال أوي معاك. وحتى الكلمات بعض التنبيهات او التعليمات بتاعت الشركه المنتجه بتقول لك كده لازم ميه ولازم حاجه حادقه. وبفهم المريض بالبلدي مجازا، بقول له الميه والملح دول العلاج ده بياخدهم، هو اللي بيوصلها لك الدوره الدمويه يرفع الضغط. فالجزء ده طبعا الموضوع اعقد من كده، بس انا بفهم المريض كده. لو ما شربتش ميه، ما شكلتش حاجه حادقه في الفطار وفي العشاء، مع العلاج الفعاليه هتكون مش احسن حاجه. والله يا دكتور كده بعد اسبوع الدنيا بقت احسن شويه، هفضل ماشي على الجرعه دي على طول؟ هقول لك لا. بعد اول اسبوع بعد كده خلاص بقى علاج تابلت بس، قرص واحد بس بعد الفطار لمدة شهر ل3 شهور. لمدة شهر 3 شهور بفضل ان النتائج بتاعته ممتازة. اخر حاجة، طيب يا دكتور الدنيا اتحسنت والدنيا ظبطت تماما، كان عاملين حالات عنيفة جدا لدرجة بعض الحالات عملت ايكو وعملت اي سي جي وراحت اندوكراين، مفيش اي حاجة عندها مشكلة. كانت ساعات بتخش في سينكوب او بري سينكوب والموضوع مزعج ودايما دوخة ودايما صداع. ما اتظبطتش الفضل الله على الجروبات اللي هي بتاعت الاستونين اتش والكورتيلون. طيب، انه يسحبه ازاي؟ اول حاجه لازم تكمل 3 شهور. رقم اتنين، بعد ال3 شهور ما توقفش العلاج مره واحده. ما توقفش العلاج مره واحده. ان براكتس البيشنت بياخد هو ظبط على قرص يوميا مثلا بعد الفطار، تمام. هقول له من فضلك اول اسبوع خد نص قرص يوميا لمده 5 ايام. 5 ايام تانيين نص قرص يوم بعد يوم لمده 5 ايام. ال5 ايام اللي بعديهم نص قرص كل 3 ايام لمدة 5 او 6 ايام. تمام. بعد كده استوب. في اي وقت بيحصل انتكاسة او الاعراض بترجع، بنرجع للنقطة اللي احنا كنا فيها. في دقيقتين 3 دقايق بالظبط ان شاء الله هنتكلم في حالة ان المريض في حالة طارئة. طبعا مش بتكلم على سيبتك شوك ولا بتكلم على افلاكسس، بتكلم على بيشنت عندها هيديك شديد، ديزنس شديدة، عندها دخلت في سينكوب وفوقوها او في بري سينكوب، ومحتاجين دلوقتي نديها حاجة اي في. المحلول المعتاد اللي احنا بنعلقه رقم واحد هو محلول ملح طبعا. رقم اتنين مش بنحط ديكساميثازون. احنا قلنا قبل كده في الفويسات بتاعتنا حتى في الكورسات بتاعتنا، قلنا ان الديكساميثازون اقوى من الهيدروكورتيزون 30 مرة، وبعض المراجع كانت ب50 مرة كقوة حقيقية مش كأرقام مبالغة. ولكن المينرالو كورتيكويد بتاع الافكت، المينرالو كورتيكويد افكت بتاع الهيدروكورتيزون افضل بكتير جدا من الديكساميثازون. فالديكساميثازون بيرفع الضغط ولا لا؟ احيانا بيرفع الضغط ومش بقوه، تمام. لكن اللي بيرفع الضغط وبيساعدنا فعلا بصوره واضحه هو الهيدروكورتيزون. السبب التاني ان انا بدي اولويه للهيدروكورتيزون ان الافيكاسي بتاعته اسرع. الديكساميثازون بياخد له من نص ساعه لساعتين اول ما يشتغل. الهيدروكورتيزون بيشتغل اسرع، عشان كده في حالات الانافلاكسس وحالات اكيوت سيفير ازمه زي ما قلنا في كورس الطوارئ، الاولويه كانت عندنا فين؟ للهيدروكورتيزون، وطبعا ده اللي موجود في الجايد لاينز اصلا. فبالتالي المحلول بيكون محلول ملح. بنحط هيدروكورتيزون اي في بنحطه في المحلول. والحته الجدليه، هنحط فيتامين بي 12 ولا لا؟ هقول لك بعض مش هقول لك المراجع برضو، يعني بعض السورسات زي مثلا مايو كلينيك اللي هو الصراحه مش هنعتمد عليه كجايد لاين ونحتاج بيه، قال لك ان احيانا بيفيد في حالات الهايبوتنشن، وان براكتس بنحط بيه كومب الصراحه مع البيشنت. وطبعا بيفيد في حالات ان احنا عندنا فيتامين بي 12 ديفيشنسي، ولكن احنا ان براكتس بنضيفه. ان براكتس بنضيف مع محلول الملح
بنضيف الهيدروكورتيزون وبنضيف البي كومب، وبنضيف لو في حالة هيدك شديدة بنحط الديكلوفيناك صوديوم زي الفولتارين أو الديكليك. وطبعا قلنا قبل كده الفولتارين أو الديكليك ينفع تاخده اي ام أو يتحطوا في المحلول اللي هو اي في دريبس، ممنوع يتاخدوا دايركت في الوريد أبدا. بنخلي المحلول يمشي وسط أو بنسرعه شوية لو مستعجلين يعني، ولكن عادة بنخليه يمشي وسط مع متابعة الحالة ومتابعة الفيتال ساينس بتاعتها. النقطة التانية بنخلي الكانيولا في ايد البيشنت، بحيث بعض الحالات بتحتاجوا ان هي تعلقوا كل 12 ساعة او صبح وبالليل، مش شرط بالساعة يعني، لمدة يومين ل3 ايام، مع طبعا علاج السبب مع الهيلث education مع الاورال ميديكيشن زي ما احنا ذكرنا في الجزء الاول.